العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. سيمينار للإريتريين في الإمارات العربية المتحدة. أوضاع جيدة لمزارع مديرية قلوج. إصابة جنود سوريين بضربات إسرائيلية على ريف حمص. عشرات القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في أفغانستان. والمفوضية الأوروبية تتعهد باستخدام كل سلطتها بعد قرار المحكمة البولندية. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في الأقليمين الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في أسمر بالأقليم الأوسط وإصابة واحدة في مندفر بالأقليم الجنوبي. وتوفي مريض كورونا يبلغ من العمر 64 عاما، كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6744، شفي منهم 6669، وتوفي 43 مريضا، فيما لا يزال 32 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 10 أكتوبر 2021. عقد مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبر هوات سيمينارا للإريتريين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية. وأوضح السيد حقوس في السيمينار الذي عقد في 8 أكتوبر برامج التصدي الأمنية والتنموية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية تزامنا مع تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية. وقال إن الحكومة تعمل مع شركاء السلام لضمان السلام والاستقرار في الجوار من أجل المصلحة والشراكة المشتركة، مشددا بأن المرحلة تتطلب تقوية المواطنين في المهجر للتأطير والتنظيم ورفع الوعي لتعزيز دورهم. وأجاب السيد حقوس قبر هوات على أسئلة واستفسارات الحضور. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية قلوج أن مزارع الذرة والدخن والسمسم بلغت مستوى الإثمار. وأوضح مسؤول المكتب السيد قبر هوات بينه أن الجرارات الحكومية المستخدمة في فترة الحراثة كان لها دور كبير لإنجاز المزارعين أعمال الحراثة في الأوان والتعرفة المناسبة. وقال إن الأمطار بدأت الهطول جيدا في شهر يونيو، لكنها لم تستمر حسب المأمول في شهري يوليو وأغسطس، مما أثر سلبا على نمو المزارع، وتهطل في منتصف سبتمبر في فترات متفاوتة تنتعش المزارع وتثمر. ودعا للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي تجري في موسم الصيف لدورها الإيجابي في النشاط الزراعي. وحث المزارعين تقوية المراقبة من الآفات الزراعية حتى الحصاد وجمع المحصول. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر سيمينار يوم 8 أكتوبر بالتعاون مع مكتب الثقافة والرياضة في الإقليم لرفع وعي الشباب في التراث المادي وغير المادي ودور الموروثات الثقافية لبناء الوطن. وقدم في السيمينار شرحا حول الدراسات الأولية التي أجريت عن موارد الموروثات الثقافية الموجودة في الإقليم والحفاظ عليها وتوثيقها.
وذكر المهنيون أن الإقليم وباعتباره يضم 6 قوميات فهو غني بالأغاني والفلكلور الشعبي الذي يعكس موروثات الزواج والبطولات والرعي والحزن والرثاء والزي الشعبي والقانون العرفي، ويجب على الشباب معرفة الموروثات الثقافية والاعتزاز به والعمل لحفظه لكونه يعبر عن الهوية والقيم. وأكد العثور على الكثير من الآثار ذات الأهمية العالمية في دوغلي وعبدور وعدوليس ودهلك وقرورة وبويا ونقفة وإنجعيلا وغيرها من المواقع، ويتطلب القيام بحراسة قوية لمنع تلف بعض هذه الآثار من قبل الإنسان والحيوان. ودعا السيمينار لإيجاد وسائل حماية هذه الآثار من الدمار وتوسيع الدراسات والأبحاث. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أمينة كتما في ختام السيمينار أن السيمينار مهم جدا ويجب عقده باستمرار. تقوم شركة حارات للمواصلات العامة بجهود لتطوير خدماتها بتأهيل القدرات البشرية وزيادة الحافلات وتوسيع خطوط المواصلات. وأوضح المسؤول الإداري للشركة السيد موسى جزائي أن الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في الشركة مكن من ارتفاع عدد الحافلات إلى 495 والقدرات البشرية إلى 1100 وعدد الخطوط إلى 158. وأوضح أن التدريب المقدم في الشركة بالقدرات الذاتية للمتخرجين من المدارس المهنية بالإضافة إلى 45 من أبناء الشهداء والمحتاجين القادمين عبر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ساعد لتدعيم القدرات البشرية. وقال إن تقديم الخدمات السريعة الآمنة بتعرفة مناسبة من الأهداف الرئيسية للشركة، وذلك بإجراء الفحوصات الصحية للسائقين والفنية للسيارات. وذكر مسؤول الوحدات الفنية أن الشركة تعتبر مركز نقل المعرفة المهنية إلى جانب الخدمات التي تقدمها. وأشار الشباب العاملون في الشركة ثقل التدريب المكتسب في مركز التدريب المهني في ساوا بالتطبيق العمل والنظري في الشركة، مؤكدين جاهزيتهم لمساهمة أفضل. تأسست شركة حارات للمواصلات العامة عام 2003 ب19 حافلة صغيرة. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا. استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مطارا عسكريا في ريف حمص الشرقي وسط سوريا، وقد أدت إلى إصابة 6 جنود وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وقالت الوكالة أن عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له، مضيفة لاحقا أن الهجوم أدى إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى صواريخ فوق محافظة حمص من دون تفاصيل أخرى. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجوم، ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا. وخلال السنوات الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. أدى هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خرسان على مسجد شيعي في مدينة قندوز الواقعة بشمال شرق أفغانستان إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص. وسارع المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد باستنكار العملية، مؤكدا على وحدة أبناء الوطن الواحد.
وقال المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيعا له روحاني لوكالة فرانس بريس إن التفجير الدامي الذي استهدف مسجدا شيعيا في المدينة الواقعة شمال شرق أفغانستان الجمعة كان هجوما انتحاريا. ويسلط هذا الهجوم الجديد الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة طالبان التي سيطرت على البلاد في أغسطس وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في كابول. تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين باستخدام كل السلطات المتاحة لفرض قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في التكتل بعد أن قضت أعلى محكمة في بولندا بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي غير دستورية. وجاء بيان فون دير لاين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية دعمها الكامل للمفوضية لاتخاذ إجراء محتمل ضد وارسو بشأن الحكم المثير للجدل الذي اصدرته المحكمة الدستورية البولندية. كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا، وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي. وفي الأثناء رحب ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي بالحكم الصادر عن القضاء البولندي والذي يتعارض مع بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث اخترع فريق من المهندسين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا قادرا على المشي والطيران، وأطلقوا عليه اختصارا لقب ليو. وقال صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الروبوت في الأصل عبارة عن طائرة بدون طيار، لكنه يحتوي كذلك على قدمين تساعدانه على المشي. وأوضحت أن الروبوت يعرف باسم ليو، وقد تم تصنيعه بالاعتماد على أجزاء متفرقة من روبوت وطائرات بدون طيار تم العثور عليها في مختبر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مدينة باسادينا. وذكر فريق المهندسين أنه يمكن استغلال ليو في المهمات التي يصعب على الروبوتات والدرونات الحالية تنفيذها، مثل المشي على الحبل وركوب لوحة تزلج. ولم يذكر الفريق متى سيكون الروبوت الجديد متاحا للاستخدام التجاري، لكونه لا زال في مرحلة البحث والتطوير. ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. سيمينار للإريتريين في الإمارات العربية المتحدة. أوضاع جيدة لمزارع مديرية قلوج. إصابة جنود سوريين بضربات إسرائيلية على ريف حمص. عشرات القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في أفغانستان. والمفوضية الأوروبية تتعهد باستخدام كل سلطاتها بعد قرار المحكمة البولندية. إلى اللقاء.